بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يوم جديد وفلوق جديد. اليوم عندنا الكليتة العراقية. الكليتة العراقية يحتاج له كثير مواد، بس اليوم راح نعملها بأقل مواد. أول شي خلينا التمر على النار، فلسناه وخليناه على النار، حطينا معانا زيت وسمسم لما ما استوى، يعني تحسينه هكا ذبل. عندنا كيلو طحين، وخلينا هيل مطحون وبيكنج باودر وخمرة وملح. وأهم شي الزيت يكون دافي أو الدهن، بس بالدهن أو الزبدة يطلع أطيب. حطيناهم وعجناهم، ولازم انتم تعجنوها بالحليب يصير أطيب، حتى تصير هكذا هشة معه. بس أنا ما عملتوها بالحليب، عملتوها بالمي، هم تطلع طيبة بس أطيب شي بالحليب. نعجنها حيل مليح، أهم شي ما تكون مدلصة ولا يكون الدهن كثير. هسه هوني عندنا تمر برد، هسه راح أعمله كرات. أهم شي نعجنه، والهيل خلينه معانا وهيل حتى يصير طيب. بعد ما اختمرت الكليتشة مدة ساعة نص ساعة حسب حرارة الغرفة، قطعناها لقطع صغار وكبار، لأن احنا نريد كبار وصغار. هسه جبنا التمر وفجيناه، وجبنا قطع الكليتشة الكبيرة وفجيناها، لازم تكون لا رقيقة ولا سميكي. وحطينا التمر وفجيناه عليها حتى بالتساوي، حتى من اللفة تطلع متساوي، واللفة بحذر ونقصيناها. الصينية لازم تحطولها دهن كثير حتى لا تلزق. وقصينا الكليتشة بالتمر بالسكينة، وهاي عنكملها، هم قصيناها. هاي الكليتشة بس عجينة، يعني كل شي ما بيها حشي، بس تشكيلة بلون، يعني شكلها بشكل، وهذا هو. هذا الشكل التقليدي. طبعا هي تعب حيل، بس احنا ما عملنا كمية كبيرة، فيعني طيب صارت وما تعبنا. هاي يعني نعمل لها أشكال حتى تصير طيبة. هوني هاي ما الكل يعرفها، هاي الكليتشة. هاي نفتح العجينة قطع صغار، ونحط له دهن وشكر وبالوجه سمسم. هاي نسميها مطبقايات، شكر ودهن وبالوجه نخليها سمسم، وهكذا نعملها مثل الحلزون. هي حيل طيبة، جربوها ودعولي. هسه بالوجه نحط بيض، اكو منهم بس يحطون صفار بيض، بس نحنا نحط بيضاي كاملة. هسه هون طلعناها من الفرن. هسه المطبقايات لازم تفجوها، بس ما تعملوها فغد مرة رقيقة، خلوها متساوية يعني وسط، وهم نصبغها وخليناها بالفرن. هوني وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى تتابعوني باليوتيوب وبالتيك توك، قناتي مطبخ لانا. مع السلامة.